يعني حضرتك الصبح كده انت بتبدا شغلك الساعه كام؟ الساعه 8 الا تلت. 8 الا تلت بدقه. 8 الا تلت بالظبط 8 الا تلت. ايه اول حاجه تحب تلاحظها؟ زهره جديده طلعت ولا لا قدر الله اصابه ولا يعني بتيجي الصبح تعمل ايه؟ اول ما باجي الصبح لازم اخد لفه في المكان نفسه كله. اخد لفه في المكان كله، اي حاجه غريبه اعرفها. بعد كده اصحابك دول ولادك؟ طبعا اولاده طبعا ده عشره عمر في. انا هنا بقى لي 20 سنه في المكان. ما شاء الله ما شاء الله. احنا كنا قلنا من شويه ان بيحصل تناغم ما بين المزارع والساقي والحاجات بتاعته طبعا. بالظبط. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، يعني المنظر الجميل ما شاء الله ده لما انت بتصطبح بيه الصبح كيف بتحس ايه بجواك كده؟ انا عايز اقول لحضرتك ان انا يوم الاجازه اللي هو يوم الجمعه اللي بقعده في البيت انا ببقى مشتاق لاولادك. مشتاق لاولادك. اكتر فتره بيبقى الورد شادد حيله في فتره في السنه، عارفه خلاص هو بيطلع طول السنه، بس في فتره كده بيبقى طبعا ابتداء من اول 3 لحد اول 6 دي الفتره دي بتبقى الربيع عند بالظبط كده. دنيا ربيع والجو ايه بديع. الفتره اللي احنا قلناها المصري القديم قالها. النبات بيبقى فيها بقوه نشاطه وبيبقى عندي التزهير على طول باستمرار. ما شاء الله. طيب بعيدا عننا نقطه في الورد ده، الزرعه دي انا يعني انا عارف ان بعد ما بتكتفي من انتاجها زي ما حضرتك قلت بتتباع بقى، ممكن تنزل الارض. كانت تنزل تنزل الارض وتطلع ورده، تفضل مطلعه ورده على طول. بتشتغل برضو بتطلع دايلي ورد باستمرار. جميل. بس يمكن العدد بيقل بقى. بس بتفضل وردتها فيها كده. بتفضل وردتها فيها. الجوده بتقل والعدد. تمام. احنا هنا في واحدة من أقدم المزارع في المنصورية في مصر كلها للنباتات الزينة. احنا بنتكلم في 50 سنة تقريبا. بص حضرتك، احنا الوالد بدأ النشاط دوت من الستينيات. احنا بدأنا هنا في نفس المكان. في نفس المكان، وكان هو تخصص زهور اكتر، اللي هي الزهور القطف اللي بتستخدم في الزينه وفي المناسبات بتاعتنا طبعا في البيت. فرح زمان كمان كانت البوكيه الخشب ده الجميل. كان التخصص اكتر في الزهور. احنا الجيل الثاني بقى، احنا لما جينا في السبعينات، انا من 79، فاحنا لما جينا بقى كنا بنفكر في ايه اللي نقدر نضيفه لمهنة الزهور وكده، فابتدينا نفكر في النباتات الداخلية. كان وقتها النباتات الداخلية اللي موجودة في مصر محدودة الأصناف جدا. احنا بنتكلم في السبعينات ما كانش كتيرة. فطبعا مع الواحد ابتدى يتفرج، يروح معارض، يزور بلاد بره بقى وبتاع، ناخد خبرات. طبعا يعني تعتبر هولندا من أكتر البلاد المتخصصة في الزينة وفي النباتات والبتاع. فابتدينا نشوف ايه الأصناف بقى اللي تنفع تعيش في الأجواء المصرية وتعيش في المناخ بتاعنا. فابتدينا نجيب هذه الأصناف ونربيها في مصر وننتجها في مصر، ولغاية لما نمت من 79. احنا النهارده بنتكلم في حاجه و40 سنه. مهنه الزينه بقت مهنه كبيره. عايز اسال حضرتك حاجه بمناسبه الكلام ده معناه اننا ابتداء من نهايه السبعينات بدايه الثمانينات ابتدينا ندخل اصناف ما كانتش موجوده في مصر. ما كانش موجوده. زي ايه بقى؟ ما احنا النباتات الداخليه، احنا كل الاصناف النباتات الداخليه دي تعتبر من الاصناف الجديده. زي اشهرها ايه؟ او حتى ممكن لو احنا قلنا مش يعني مثلا احنا نقول على نبات الكروتون. نبات الكروتون كان موجود منه اصناف في اسكندريه، بس
الورق بتاعها، اللون بتاعها. لا دلوقتي بقت في اصناف كتيره لما ابتدينا نجيب اصناف مستورده. هي الاصناف المستورده احنا جبناها وكترناها في مصر، عقلناها يعني عقلناها عملنا منها حطيناها في حضانات، حطينا منها حضانات. جميل. لان طبعا احنا لو اشتغلنا بس عمليه استيراد وبيع بتبقى التكلفه عاليه